اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بصراحه جدا. الحقيقه احنا معانا ضيفين بيجمع بينهم حاجات كتير، ولكن برضه هناك بعض الاختلافات اللي هنلاحظها مع بعض. اول ضيفه معانا النهارده هي فنانه لبنانيه قالت على نفسها مارلين مونرو العرب، وقالت على نفسها جريئه ومثيره وربنا خلقها كده. الفنانه اللبنانيه مروه. ضيفنا التاني هو ضيف بيقولوا عليه صغير، ولكن هو كبير في المشوار اللي هو وصل له، وحقق نجومية في وقت قليل جدا، مثير للجدل جدا، كثير التعرض للانتقاد. معانا الفنان سعد صغير. الحقيقة واحنا بنفكر في فكرة البرنامج دي ما كنتش عارفة الناس هتتقبل ولا لأ. حكاية بصراحة دي يعني مش هجوم، عشان مروة قاعدة توصيني قبل البرنامج الوصايا ال10 اوعي تعملي واوعي تغلسي واوعي، فمش عارفة مش عارفة هتتقبلي الصراحة ولا لأ. أنا بحب الراحة. يعني أصل اللي بيجمع ضيفنا النهاردة متهيألي الجراءة والتعرض للنقد الكتير قوي طول الوقت والرأس. انا هتكلم بصراحه. هتتكلم بصراحه؟ بصراحه ان شاء الله. انت يا مروه؟ وانا هتكلم بصراحه. فعلا؟ طبعا. طيب سعد، يعني يمكن لما الست بتطلع ترقص وتغني وكده، ساعات ناس تقول ده مبتذل، ده عريان، ده ما يصحش. فتخيل بقى ان راجل وبيرقص. الناس عايزه كده. يعني انا حاولت ان انا يومين ما ارقصش. رحت الفرح، انت ايه يا عم، انت عامل فيها عبد الحليم حافظ، انت مش عارف ايه، سوري يعني عارفه انت هتعمل لي فيها مطرب. هو عبد الحليم حافظ دي حاجه وحشه؟ لا يعني الناس اتعودوا عليه كده. يعني حد انا بيغني. شايفه بصراحه الناس اتعودوا على سعد انه يكون بالشكل ده. انا مره شفته كمان، كنت بحضر فرح، شفته كان مغير الشكل بتاعه، مش سعد. انت مش شايفه خالص انه عيب ان الراجل يرقص؟ لا، هقول لك ايه السبب بالنسبه لسعد معين. يعني في حاجه معينه بصراحه، سعد هو الوحيد بالساحه ما ينفعش حد يقلده. انت مثلا موافق على رقص مروه في الاغاني؟ لا مش كل، يعني كل واحد ليه راي يعني في الاغاني ولا ايه. ما هي في فيلم بيبقى طالبه انها ترقص اوفر في اغاني او غير اغاني. انت موافق؟ هي موافقه على رقصك، انت موافق على رقص مروه؟ مش عارف بقى. طب عدوا السؤال ده، مش كلام. هتزعل يعني؟ هتزعلي يا مروه؟ لا 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 عشان لا بالعكس. بتكلم بصراحه. هي بترقص حلو. ايوه ما فيش خلاف طبعا. مروه كل الناس يا عم قول لي انك بتقلدني وخلاص. انا بقلدها بس في لا يعني انت معترض على رقص مروه؟ غيران. لا مش انا يعني انا اشوف مروه مثلا لما بتيجي ترقص مثلا كده بقلدها كده، لكن ما ينفعش اقلدها كده. انت هتركب فوق يعني ولا لا اللهم صل على النبي. لا يعني خلينا نقول بشكل تاني. انت لو متجوز واحده ترضى يعني انت متضايق علشان ما كنتش مروه عشان تعرف ايه؟ ازاي حضرتك السؤال ده تاني بعد اذنك؟ لو اتجوزت واحده او مراتك تقدر تخليها ترقص زي مروه؟ لا ترقص زي مروه؟ لا ده انا موتها. طبعا. اشمعنى يعني؟ ايه؟ لا معلش انا يعني لو انت مؤمن ان ده فن، لو انت مؤمن ان ده فن بجد. لا انا ابن بلد، يعني هي ممكن تكون تكيت شويه، لكن انا مراتي ترقص يا نهار ازرق، وزي مروه كمان ده انا موتها. مؤاخذه مروه، لا معلش. لا احنا ولاد بلد. اصل انا بصي، لا بالعكس مبسوطه يا مروه. اصل هو اكيد ما فيش حد هيعرف يرقص اللي انا برقصه يعني. لا قصدي بصوا احنا صعايده، يعني انا يعني انت اتجوزتي لا مستحيل يعني انه كل واحده بترقص لجوزها زي ما هي عايزه. لا لو ترقص انا في البيت ماشي. انا هكون مراتك ازاي؟ ما انا بقول لك احنا كده صعايده، لا يمكن. ده بالفيلم ممكن. طب اقول لك حاجه؟ لا ثانيه واحده، عشان انا في كام كلمه بس كده. انا هتجوزك انت ما يعني ايه قصدها؟ لا ما هو كمان وجه لي يعني سؤال غريب. لا يعني ما ترضيش. قال لي يعني ازاي انت هترقصي لي؟ يعني انت ما ترضيش ما انا مش مراتك مروه، ما ترضيش تتجوزي سعد صغير؟ اتجوزه؟ لا هو اخويا. ده كان انت قلتيها بطريقه لا هو اخويا، انه مش معقول انا يعني قلت لي ممكن تفكري ترقصي دلوقتي. اقول لك ازاي ارقص سعد؟ ارقصه بالفيلم، يعني ممكن نتجوز مع بعض بالفيلم. يعني انت قلتي هو لكن بره الفيلم ما ينفعش. طب لو انا مش اخوك يعني كرأي كده كمثلا كشاب لابس قميص وبتاع لا هغير فيك حاجات كتير صراحه. ايه بقى اللي ناقصني بقى؟ زي ايه بقى؟ يعني بص،
مش عايزاك تمثل. ليه بقى؟ ليه؟ عشان هو مش عايزك ترقصي. لا، ها. عشان انا مش همثل. انا واخده كده قانون، لو انا هتجوز هعتزل. يعني انت عمرك ما اتجوزتي يا مروه؟ لا مش هتجوز. لو إيه؟ انا هتجوز هعتزل، مش عايزه اشتغل بالفن. وعايزه جوزك ما يمثلش يعني؟ لو انت جوزي انا مش هخليك تمثل. انا عندي استعداد اكتب عليكي دلوقتي وانت تبطلي وانا ابطل. واضح ان هي على حلقه توبه. ثانيه واحده بس عشان احنا كده نغير بقى السؤال، نغير السؤال، يلا نغير السؤال. حد خلاص يطول خلاص يتجوز القمر ده. خلاص. وحشني اهو. لا انا عايزه اسالك انت لا سؤال مفيش تاني. سؤال، هسألك بس اسئله سؤال. شخصيه مش عايزاها. مفيش شخصيه لا خالص. مفيش شخصيه والله. مفيش، ده انا خلاص. هتكلم على الفن بتقلبي على الوش اتفضل. التاني انت بسرعه. ايه لا انا هسالك سؤال تاني. مش ملاحظه ان غريبه ان سعد يبقى مش قابل ان انت ترقصي لو مراته، او ترقصي حتى كفنانه، وكل ما يجي يعمل فيلم يختار رقاصه معاه؟ مش تناقض شويه؟ الفيلم حاجه يعني هو عارف ان الرقاصه دي او الرقص ده بيساعده في الحته التجاريه، وبالرغم من ده هو رافضها بس لا على بيقدمها. فكرة لا حضرتك، لا انت كده بتتكلمي هو بيحب مش ينقذ لا، لا، نفسه. لا بتتكلم انت غلط. رافض حاجه هو وبتقدمها. بينقذ يعني انت نفسه. رافض ان يبقى معاك رقاصه، رافض ان مروه ترقص، رافض انك تتجوز رقاصه، بس يوم ما بتحب تطلع وتعمل ايرادات بتجيب بس رقاصه ما بجيبش تسندك. رقاصه. لا مش ايرادات. لا امال ايه هو ده؟ لا الناس بتخش ساعه صغير بتخش الرقاصه. انا بتكلم ان انا يا ست انا ما بحبش الاغراء. انا عايز مراتي ما تبقاش مغريه. انت ايه اللي مزعلك؟ لكن ما تقوليش بقى اجيب رقاصه عشان مش عارف ايه. يعني انت افلامك بتجيلك عشانك انت مش عشان اللي لا جنبك؟ بصراحه ربنا. بصراحه هقول لك على حاجه ايه بسعد. ده؟ هو يهاجمني انا مش فارقه معاه، بس انا هقول لك بصراحه. مش بقول لك كده عشان انا اقول عن نفسي طيبه، لا. سعد في حاجه حلوه فيه. كنا بنصور انا وهو حلقه، فشاف لبسي. طبعا انا عندي شغل معاه ان شاء الله، يعني هنفاجئ الناس فيه. عشان كده فأول- مش عايز تخسريه في الحلقه. لا مش مش لا، لا، هنخسر لا، عادي. بالعكس، ده مرة احنا طيبة بنتكلم جدا. بصراحه يا جماعه. فاول ما شاف لبسي قال لي ايه ده انت عامله ستايل ولوك جديد، انا عايزك كده. فعلا ما كانش يعني باين ضفر من رجليا ولا حاجه. لابسه ملكه. قال لي بصي معاكسة انا شايف يعني ولا؟ لا, لا، مش لا، لا. معاكسه، كان بيتكلم بصراحه. قال لي انا شايفك كده احلى بكتير. بقول لك ايه، شايف لابسه عبايه تحفه وعامله ستايل يعني. قال لي جايه حمامه ولا ايه؟ تمنيتها مراتي في اليوم دوت. اه والله العظيم بكلمك. حد قمر بكلم الهوا. هو ايه يعني؟ حد يطول يتجوزك؟ لا يعني بص، حد داخل عليكي ملكه لابسه حاجه بيضه ومفيش هي احلى ولا هايفه؟ السؤال المحرج ده بقى. انا برايي هايفه. انا بحب جمالها. لا انت هي احلى ولا هايفه؟ لو انا كسعد صغير طبعا مروه. ليه بقى؟ كفايه طيبتها. انا بقول مين اجمل. اجمل؟ لا معلش يا مروه بقى. مروه معلش يا مروه بس. قولي السؤال تاني طبعا. هل الاجر الفنان؟ النبي السؤال تاني بتاع ما انا هقول لك اهو. هل اجر الفنان بيعبر عن قمه جماله؟ يعني هيفا دلوقتي مثلا اجرها عالي جدا في الافلام، اجرها عالي جدا في الاغاني. مروه مش زي هيفا، ولكن بتقارن في بعض الاحيان. هل الاجر الكبير ده هو اللي بيحدد انت مش اجمل ولا لا؟ لا بقول لك وانت عامله حلقه على النانا ولا هيفاء بتتكلمين عن حضرتك؟ هيفاء قمر طبعا. كلميني بقى عن احنا يعني دايما بتطلع قدام جمهورك وتطلع معايا تقول قال الله وقال الرسول ولا انا ما بحبش الرقص ومش عارفه ايه، ولا مروه بترقص، ولا مروه بتعري وبتاع، وانت طول النهار بترقص، طول النهار مع رقصات ولازق في دينا ما بتسيبهاش، وتديها رجلك وتديها ظهرك وتديها بطنك. فيعني المصحف اخلي امي تدعي عليكي. والمصحف في صلاه الفجر في امهات كتير بتدعي لي. لا ادي ياما واحده الرهان تركع على طول. وامي الفجر غير العشاء. انا بفهمك اهو. اتكلمي بقى. بس امك بتحبني مش بتسمع كلامك. يلا رجعنا. طيب ده مروه. وحياة النقة والحلبقة سعد زي الفل. يلا انت ما بتعرفش. ماليش دعوة.
مش هي دي الاغنيه اللي انت قلت انها هقول لك سرقتها بقى. منك؟ خدوا المفاجاه دي بقى يا جماعه، لاول مره بقولها، مروه يمكن ما تعرفش موضوعها، الاغنيه دي مسروقه مني. لا طب خلاص انت قلت إيه المشكلة؟ مروه انا سرقتها مني. النهارده هي أول مرة منتج فاكر مروة. منتج محمد السبكي جابني من المطار، هتغني الاغنيه دي. منتج اللي جه استناكي في المطار بنفسه؟ لا، منتج من بعد ما جيت من المطار. بصي كلامي تمام. يا رب يا رب تفهمي بس على الموضوع ده، ما تاخديهاش في محمل تاني يعني. يا رب يعني احنا محترمين صدقيني يعني. سيبك من كل الفنانين محترمين. لا ماليش دعوه بغيري، انا بتكلم. أنا بقول لك كل الفنانين انا يعني انا باين يا ستي. الحمد لله. انا بقول لك كل الفنانين محترمين وكلنا بنحترم الفن. بصي غصب عن أي الانسان حد. اللي بيشوف نفسه هو محترم بيشوف غيره محترم. انا شايفاكي محترمه. شكرا ليكي. ف لما جيت من المطار ما كنتش وانا نايمه. المفروض اتهزقت عشان كده هم ضحكوا ولا؟ ساليهم. لا مفيش حاجه. فانا النهارده ليه؟ جيت من السفر. عادي، كل عادي زي الفل، عادي عادي. خديها. سعد خليني اكمل. نفسانة جيت حريم من يا جماعه، المطار. نفسانة حريم. جيت من المطار. لا بالعكس انا بحبها، هي عارفه. جيت باين، من المطار. باين. المهم هي جيت من المطار مش نايمه ابدا. تاني يوم تصوير حاحه وتفاحه. فالمنتج استقبلني في الاستوديو عشان الاغنيه نحط صوتنا، وعلى طول التصوير. ما كانش فيه 5 ساعات بعدين في تصوير. لا المنتج هو اللي سرقها؟ لا انا ما قلتش المنتج هو سرق، انا ماليش دعوه. هي اغنيه يعني بتاعت مين؟ انا يعني ماليش دعوه. عربيه مسروقه تسرقيه تاخديها الله، تسرقيها؟ هو مش منتج. اسمعي بقى الاغنيه يبقى دي اصلا تحسب بتقول اسمعي بقى عشان تعرفي الاغنيه دي مسروقه. بتقول ايه؟ مين اللي سرقها؟ مروه طبعا. انا مالي قدام انا مروه. انا رحت عملت محضر اجيب مروه واجيب المنتج والموزع والملحن، بس انا عديت الموضوع عشان انت قلت كده في الجرايد. يا مسكين. يا بتقول طلع ما بيعرفش، بيقولوا ما يعملش، طلع ما بيعرفش، بيقولوا ما يعملش، ادي اللي كان في الحب عامل 70 برومبا تاراراران، اجي يخش في الجد كش واداني بومبا، عشمني على ما فيش، يعني ما ريحنيش، يعني ما نيمنيش من حبه، هو انا ما قامش، طلع ما بيعرفش، بيقولوا ما يعملش، كانت كده بس. وانا الحقيقه ولا معجبه معلش عشان صوت بصراحة ولا معجبه بصراحة بالنسخه دي ولا بالنسخه دي. بصي هي كانت اساسا مبتذلين جدا، لا، وقمه الابتذال اللي ما ينفعش. بصي أي بقى حد بصي يستخدمه. بقى اذا انت بتتكلم كده هقول لك بقى اكتر من كده. اساسا كنا قاعدين احنا والفنان تامر حسني وكانت الاغنيه غير كده. انت يعني تامر السريع؟ لو سمحتوا لا، يا جماعه، الأغنية لو سمحتوا يا جماعه. سبحان الله طلع ما بيعرفش اهو. في اهو لا يعني الكلام كان مقلوب، يعني ما بيعرفش يتعامل اللي انا عارف يا يحبك. حبيبتي، فاهمها ايه، ما انا عارف ما بعرفش. انا يعني بعد هي كده مصر في كلها السفره فهمت غلط؟ الثانيه. انت بس عشان نيتك وحشه. مصر كلها فهمت غلط. لا، انت طب يعني الطريقه، طب اللي بيتغنى بيها الاغنيه ايه ده؟ في ايه انت حضرتك؟ يعني انت طلع يعني دي دلوقتي الموضوع ده من 7 سنين 8 تبان سنين عليكي يعني خلصت الموضوع خلص. نفسيه. طيب لو دلوقتي هو انتوا عرضت ليه- الاغنيه ليه دي بتاخدوا مره تانية كل حاجة عليا بهجوم؟ خلاص. لو انتوا مبسوطين قوي بشغلانتكم كده واللي انتوا بتعملوه، ليه بتاخدوا كل حاجه بخناقه وبهجوم؟ أنا بتكلم لو عليك. انتوا مرتاحين نفسيا مش هتردوا عليا بالهجوم ده. لا، عشان خلاص انت خلاص نفسك مش هتردوا هنرد. بثقه وتقعدوا بصي، طب خلاص بصراحة هادين مش وكل هنرد. حاجه، لكن الخناق ده يبين ان انتوا عارفين انكم بتعملوا غلط. انا مبسوطه ببرنامج اسمه بصراحه، علشان انا بتكلم بصراحه ولازم يكون الكلام بصراحه، بص واحنا حضرتك. اتكلمنا بصراحه خلاص. بعد اذنك، انا عن نفسي ما بعملش حاجه غلط. لو انت شايفه ان مروه بتعمل حاجه غلط كلميها، ما توجهليش انا. لا انا مش قاضي هنا عشان اقول لا، مين أنا بيعمل ما غلط بعملش حاجة او غلط. صح. أنا انا بقول- انا أنا قلت بكلمك لك. على الفن اللي انت بتقدمه. انا حضرتك بقول واحد طلع ما بيعرفش يحب ايه فهمت انت حاجه غلط بقى انت نيتك مش كويسه. ايوه اتسرقت يا رب تقلب عليه. اتسرقت. هم سرقوها مني وانا قلت بس ما اتكلمتش. ما مروه عملتش محضر؟ حد طيب عم محضر احبسها حرام ولا المنتج حرام والله. بعد الفاصل هنلعب لعبه الصراحه اللي تمنها هيبقى انا غالي مش فاهمه ايه اللي جداً. بيحصل بس ماشي ما. هسأل أسئلة بسرعة جدا، سؤال الناحية دي وسؤال الناحية دي، وهنشوف حاسه نفسي قاعده مين- في محكمه مين صريح أكتر. أم. انت متضايقة ليه؟ لا عادي مبسوطه، هقول لك حاسه نفسي بقول قاعدة هسأل في محكمة. سؤال، هي مش حضرتك جاية تتسألي ولا مش جاية تتسألي؟ لا، بس ناخد حاجه هي- يعني تدينا جايزه. لا يعني حضرتك جاية عشان أسألك ولا ابتسامة. خايفة ليه يا مروة؟ لا ليه بالعكس. دايما خايفة؟ انا مش خايفه بالعكس. أكيد بدأ يعني لو لا واثقة من اللي انت بالعكس بتعمليه انا ما مش بخافش هتخافي. الا من حد واحد. طيب بس. أنا هسأل سؤال بسرعة هنا وهنا وتردوا عليا، إيه الفرق بين الجرأة والابتذال؟ ها؟ إيه الفرق بين الواحد يبقى جريء وإنه يبقى مبتذل، يبقى شكله
انا دبلوم صنايع، فاهميني بالراحه عشان مش عارف رخيص، ما تعرفش رخيص يعني ايه؟ ايه الابتزاز ده. ما اعرفوش. ممكن اعمله مثلا مع هو زمايلي اسمه بس. ابتذال. ابتزاز. ان انت ترقص باجزاء من جسمك، انك تعمل ايحاءات جنسيه مش لطيفه، ان انت تجيب ستات معاك عريانه لا في لا، فيلم. انا عمري في حياتي مع حضرتك ما جبت ستات عريانه معايا في اي افلامي، ولا بوست ولا بوسه في اي فيلم. الفرقه اللي حواليك تفضل تعمل لا. حركات زي الستات. ولا الكلام ده حضرتك. شوف اخواتي افلامي كلها فيديو كليبات، عمري ما جبت معايا واحده ولا جبت واحده عريانه، لان انا اصلا ضد الكلام ده خالص. يعني مش حضرتش افراح يعني وشفتك؟ انا جبت معايا رقاصه ولا عريان ولا ايه؟ لا يعني كل الناس اللي معاك ال 20 واحد لا اللي لا. بينزلوا يطلعوا لا، وسط اهو وسطهم. الجمهور اهو. سقف يا عم انت، اهو الجمهور يا عم اهو. دي محبه الناس. انت بتعتبر ان انت بتعمله ده مش حاجه رخيصه؟ لا حاجه. حاجه كويسه. وانت يا مروه ايه الفرق بين الجراءه والابتذال؟ ما فيش حاجه اسمها ابتذال، وما فيش حاجه اسمها جرأة، في حاجه اسمها حاجه فيها ليها حدود، في خط احمر. انت النهارده ممثله، لو هنتكلم في مشاهد كتير لازم تعمليها، وفي مشاهد كتير ما ينفعش تقولي عنها لا. يا اما تقولي انا ممثله هعمل، يا اما ما تمثليش نهائي. لازم دي مين اللي هيحطها لي يعني؟ انت مش لازم تكوني خط واحد، مش لازم تبقى قاعده عامله التمثيل كل الوقت كده. مش لازم لا تقلع لا هدومها. مروه انا مختلف معاك في الحته دي. انا يعني في حدود، يعني انا مجتمع شرقي، يعني يجي مثلا مخرج عشان اخد 500,000 جنيه يقول لي بص الممثله دي يعني. لا اكيد لا، بس طيب ما انا قصدي كده. بص طبعا في فنانين كتير تمام يعني عملوا الدلع والاغراء بشياكه زي هند رستم. طب عايز اقول لك حاجه، لحظه معلش شوي، انا مش في قصدي شريهان، اهاجمك فنانه والله العظيم شريهان. قصدي. لحظه شوي خلينا نتكلم يعني اصل انت لا هي دي انا بس، اصل انت بتتكلمي بس برضه انا ايه يعني حسيس ده. انت حاسه ان هو ما كانش فيه اغراء؟ لحظه شوي، انا همشي من الحلقه، شكرا. راح فين يا بنتي؟ خلاص انتوا عاملين الحلقه مقصوده يعني ولا ايه؟ طب تعالي ده لا لا خدي يا لا مرة، خلاص خدي. كمل الحلقه. خدي يا حبيبتي يا عادل يا ابراهيم. لا بتصور ايه؟ استنى بتصور ايه انت؟ الله يا يا مروة، ستي في إيه يا اهلا مروة؟ بنا ساعد معانا الله! في يا حبيبتي البرنامج. يا مروه بس يا حبيبتي بس. الله! بس ايه ده في ايه ده احنا بنهارك بس. يا بس خلاص معلش بس يا مروه ايه بس حبيبي ايه ايه دي؟ طب ايه دي؟ لو تعال الباب من هنا عشان دراعك بس مكسور. ايه ايه دي؟ تعالي مفيش حاجه حبيبتي لا والله. بس طب خلاص ايه طب ايه دي؟ بس اقفل بس يا عم محدش يخش. ده مقفول. تعالي من هنا لو عايز تمشي. مش عايزه. الله تعالي انا امشي. مش عايزه. بقول لك تعالي امشي من هنا حبيبتي. خلاص سيبني. طب امشي. طب تعالي من هنا. هي ايه فاهمه دي؟ احنا ده بنقول لها مقفول ايه يا ولا حبيبتي. لا؟ مش عايزه قلت لك. مش انت عايز تمشي؟ خلاص. طب ايه بس خلاص بس ده اللي ضربته. مش عنك. سوري. خلاص. بلاش عشان هتمسكوا في بعض تاني حالا. ايه ده؟ مش هنلحق نصالحها دلوقتي. خلاص بقى، هي الشكوكو دي هي اللي زعلتك يعني؟ لا ما زعلتنيش ولا حاجه. ده انت جحده يا شيخه. ايه ده؟ ايه ده؟ والله ما قصدي. انت 100 خدت مرة أنا قلت لك أنا بمثل مروة. مش أنا طيب آسف. ممكن أنا آسف. ممكن نصيحه؟ ابدا انت النصيحه. ما انت هتقولي لا بجد انا بتكلم جد. قولي نصيحة ايه حلوة عشان أقول لك النصيحه نصيحة اللي حلوة. تنصحيها مش أنت لسعد من صغير؟ الأول الحلقة بتقول إنه أتمنى إنك تكوني مراتي كده كده عشان التلفزيون بس كده بتاع. عشان هتقوم التلفزيون. تاني. لا انا يعني بنهار. خلي بالك كله تهريج. ماشي. عايزه اتنين بيشتغلوا نفس الشغلانه وبيتعرضوا لنفس الانتقاد ينصحوا بعض. انا بقول لمروه نصيحه، مخرج يجي يكلمه لا عشان خاطر يعمل الدور دوت في عين عشان هي طيبه بتعمله مجامله وزي مثلا وأنا عايزة منك مش أي حد يقول لك حرك جسمك زيادة تقوم تحركه. تهز وسطك يعني. سعد معانا في البرنامج وكان كل ده قاعد بيغلس عليكي. هو مش قصده يعمل حاجه، احنا عاملين فيكي وانت طول تتجوزيني يا مقلب بنت. لطيف عشان ده مقلب ليه؟ يا مروة. على ايه بقى يعني؟ علشان البنطلون ده ولا علشان مروة. التيشيرت ب دي؟ 105 مروة. جنيه. مروه ممكن تتفضل طبعا. اتفضل. مروه ده مقلب فيكي عشان احنا كنا بنقول ان حتى لو ناس مختلفين
او ناس رايهم في بعض مش لطيف، برضو ما ينفعش ان احنا نقف نزعق لبعض ونتضايق من بعض، لازم نسمع بعض عشان نوصل ان احنا نبقى واحد حتى لو افكارنا مختلفه. فانا عايزاكم تغنوا مع بعض. تعرفوا تغنوا مره حاجه من غير دلع ومن غير بتاع، يعني تعرفوا تغنوا علشان لازم نكون مع بعض؟ بتاعت رمضان. هي بتاعت علشان لازم لا نكون انت مع تخترع زي بعض. ما انت عايز. هات. عشان هي عايزه حاجه. طب تغنوا اي هو في حاجة تحتيه رسور يعني ولا بيعمل ايه؟ انت مركب رسور يا اقول له راجل. دي لسه قلب عليك، مش مقتنعه ان انت كنت بتغلس عليها. كنت بغلس ده عليك، ده معانا في مقلب كل والله. حلقه، معانا ايه في ما هو البرنامج. مركب رسور ومش ده فاهم مقلب. معانا دي ماشي الأغنية كده نازل على- في بص يعني حتى بتطلب منه يغني حاجة فيها طرب قام طرب؟ دخل شعبي. طب غني يا يا ام رايا. الطرابه، غني طب غني تعالي لام يا كلثوم مروة. يا اختي، قومي غني لام كلثوم، قومي. سقف للسيده ام كلثوم.